إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثالث والأخير في حلقة البرنامج القادمة بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الدراج الإريتري بنيام جرماي يؤكد جاهزيته لسباق فرنسا للدراجات. انعقاد القمة الكورية الجنوبية الإفريقية بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة بينهم الرئيس الإريتري. والصومال يقرر سحب الوحدات الأثيوبية من قوات حفظ السلام العاملة في البلاد. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلن بنيام جرماي لاعب فريق انترمارشي تيوان البلجيكي لسباق الدراجات عن جاهزيته لخوض سباق الدراجات العالم المزمع إقامته في صيف هذا العام ضمن الألعاب الأولمبية في فرنسا. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أحرز اللاعب المركز الثاني في سباق بروكس الكلاسيك الذي يبلغ طوله 218 كيلومترا يوم السبت الماضي خلف النرويجي جونسان إبراهامسن الذي احتل المركز الأول. وأضاف بنيام جرماي أن ذلك كان آخر سباق له قبل سباق فرنسا للدراجات الذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال إنه يمكنه الذهاب إلى إريتريا لمدة أسبوعين لقضاء بعد الوقت مع عائلته والتدرب في الطقس الجديد. ومن المقرر أن يقام سباق فرنسا للدراجات في الفترة من 29 من يونيو الحالي إلى 21 من يوليو القادم. ومن المتوقع أيضا أن يتنافس بنيام جرماي في بطولة إريتريا السنوية للدراجات التي ستقام في أسمرة في الفترة من 14 إلى 16 من يونيو قبل سباق فرنسا للدراجات. وقطع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هذا الموسم مسافة 5399 كيلومتر، وجمع 1034 نقطة UCE في 32 يوما من السباق. ونبقى في الأخبار الرياضية أيضا، حيث يتنافس 4 متسابقين إريتريين وهم ناتنائيل برهاني وبطرس منجستو وأخليلو جبرهوت وإيفان يماني في جولة المغرب للدراجات 33 التي انطلقت الجمعة الماضية. عقدت في العاصمة الكورية سيول القمة الكورية الجنوبية الإفريقية بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة بينهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وركزت القمة التي استمرت يومي 3 و4 من يونيو على التجارة والاستثمار. وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن كوريا الجنوبية تعتقد أن أسواقها واستثماراتها الدولية يجب أن تشمل إفريقيا، وأعربت عن رغبتها في تعزيز العلاقات القائمة على الشراكة مع القارة الإفريقية. وعلى الرغم من عقد قمم إقليمية متكررة للقارة الإفريقية، إلا أن القارة لا تحصل على أي فوائد مضمونة من هذه القمم. ومن الأمثلة على ذلك القمة الأمريكية الإفريقية، والقمة الأوروبية الإفريقية، والقمة الصينية الإفريقية، والقمة الروسية الإفريقية، والقمة التركية الإفريقية، والقمة الفرنسية الإفريقية، والقمة الإيطالية الإفريقية،
والقمة العربية الإفريقية. وبينما تستورد الدول المواد الخام من القارة وتوجه إليها الكثير من أسواقها الخارجية، فإن الدول الإفريقية من ناحية أخرى لم تتمكن من القضاء على الفقر والتخلف والتحرك نحو التنمية، في حين يستشهد بالتجارة العالمية والسياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية غير المواتية باعتبارها الأسباب الرئيسية للتحديات التي تخنق إفريقيا. فإن الحكم غير الفعال والسيطرة الدكتاتورية والانتقالات غير الآمنة والانقلابات العسكرية والفساد المستشري تساهم أيضا في تخلف القارة. ذكرت وسائل الإعلام المحلية في الصومال بأن الحكومة الصومالية قررت سحب جميع القوات الأثيوبية من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت الحكومة إنها تخطط لسحب قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بأكملها من الصومال بحلول نهاية العام الجاري، لكن من المتوقع أن تستمر العمليات الخاصة والوحدات الأمنية. ومع ذلك أوضحت الحكومة الصومالية أنها لا تنوي ضم قوات أثيوبية في وحدات المهام الخاصة. هذا وتقوم الحكومة الصومالية بتدريب الآلاف من قواتها في عدة دول بما في ذلك إريتريا، وذلك لتحل هذه القوات محل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والبالغ قوامها 30,000 جندي، والمنتشرة في الصومال منذ العام 2006. تجدر الإشارة إلى أن أثيوبيا تشارك بعدد مقدر من قواتها في قوات حفظ السلام الإفريقية بالصومال، لكن الخلاف الذي انفجر مؤخرا بين البلدين عقب توقيع أثيوبيا مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا في يناير الماضي للحصول على منفذ بحري، والذي عارضته الصومال أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث قامت الحكومة الصومالية بسحب سفيرها من أثيوبيا وطرد السفير الأثيوبي من مقديشو. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثالث والأخير من اللقاء في حلقة البرنامج القادم بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وفي حلقة من برنامج متابعات. أسعد بلقائكم، وأسعد كثيرا بالحديث المتواصل مع أستاذنا المناضل الأستاذ العزيز إبراهيم قدم. تحدث في الحلقة قبل السابقة في حديث الاستقلال، وكان حديث رجل يعني قدم زهرة شبابه وأزاهر العمر من أجل هذا الشعب وقضيته. متواجد اليوم في السويد كغيره من كثير من الرعيل والأبطال. أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في الجزء الثاني من اللقاء. الله يبارك فيك وأستاذ أحمد، وأنا شاكر يعني أن تتاح لي الفرصة عبر إذاعة إيرينا للوصول إلى أو للكلام عن القضايا اللي نحن نفتقدها في ما بعد 33 سنة في إريتريا. نعم، شكرا أستاذ أحمد. بارك الله فيك. الشكر لله أولا وأخيرا. أستاذ إبراهيم، في حديثنا في معرض حديثنا عن الاستقلال يعني جاء عرضا لأنه الاستقلال له استحقاقات، كما كان للكفاح المسلح له يعني مؤشرات وعوامل وبرضه متطلبات يعني. وكان واحدة
متطلبات الاستقلال أن تكون هناك ثورة وكفاح، نقلا من الكفاح السياسي إلى الكفاح الثوري أجبر على الشعب الإريتري. كان ذلك جزء من أشياء متعلقة بالاستقلال. لكي نحقق الاستقلال لابد أن نثور من أجل مصلحة الملايين كما تعلم. ولكن بعد يعني وتحقق الاستقلال 24 مايو أصبحت إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة، والاختلاف والتباين جاء في ما يمكن تسميته باستحقاقات الاستقلال. كثير من المتابعين يقول لك يا أخي البلد حرة وانتوا بتبالغوا ساكت وكده بتاع، والبلد ذات سيادة ومعلنة وهكذا. يلغون أو يحاولوا أن يلغوا استحقاقات الاستقلال. أنت بما أنك شاهد على عصرك أستاذ إبراهيم، كيف يمكن أن نتحدث عن استحقاقات الاستقلال الما موجودة؟ ولو كانت موجودة ما كنت أنت هناك ولا كنت أنا هنا، وكثير من ملايين من البشر كان مفروض نكون داخل الوطن. تفضل أستاذ إبراهيم قدم المناضل البشمهندس وحديثك عن استحقاقات الاستقلال، ثم بعد ذلك عندنا محور آخر، كيفية استعادة التماسك المجتمعي الذي كان في فترة الكفاح المسلح لنعيد ترتيب استحقاقات الاستقلال من جديد. نبدأ بالمحور الأول، استحقاقات الاستقلال. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو. شكرا أستاذ أحمد. الموضوع طبعا الاستحقاقات كثيرة، وكلنا عارفين أنه ما في شيء في أرض الواقع تتحقق من الأمنيات والأحلام اللي كانت للشعب الإريتري بعد نيل استقلاله، واللي هي أولها الحرية. والحرية هنا تعني أنه الكرامة والأمن والسلام والديمقراطية. لكن ناس كثيرة تتكلم عن أنه عن الديمقراطية، وأنه نحن في حاجة إلى، نعم نحن في حاجة إلى ديمقراطية، لكن اللي ما قاعدين نتكلم عنه هو يعني هل هذا الشعب الإريتري نادى 33 سنة من أجل أن يكون على رأسه طاقية لا يحكمه بالحديد والنار، ولا كان عنده أمنيات كبار وأمنيات واسعة؟ ولذلك أنا بقول أول حاجات المفروض نحن نفكر فيها من استحقاقات الاستقلال هي عودة اللاجئين الإريتريين اللي بدأت من سنة 67 إلى السودان. هؤلاء الناس يعني بعد ما إثيوبيا حاولت أن تنفذ سياستها حرق اليابس والأخضر في إريتريا، ومن منطلق أنه إذا كان أنت عاوز تقتل السمك لابد أن تنشف البحر أو الموية اللي هو فيها. وهم كانوا بيعرفوا أنه الثورة الإريترية أو المناضلين اللي حاملين السلاح لولا الشعب الإريتري ووقوفه معهم ما يقدروا يعملوا شيء. ولذلك بدأت حرب الإبادة في مناطق كثيرة من إريتريا، وأولها مذبحة عدبريم، وبعد كده توالت المذابح في عد أكد وفي مسيام وفي كركون وفي هزمو وما بعد ذلك في شعب، في غردات، في أم حجر. يعني كل ده كان في ناس كل ما بقت إبادة أو حرب إبادة الناس كانت تلجأ للسودان. يعني معسكرات اللاجئين اللي أول مرة افتتحت في سمسم بالثلاثة أو 4 معسكرات في أم زرجور وسالمين وأم سقطة
وبعد كده يعني المعسكرات الجديدة في أبو رخم وفي مقرقور وفي ود الحليو وفي عبودة، كل هذا المواطن هذا اللي لجأ إلى السودان أو إلى هذه المناطق، أول ما تعمل حكومة وطنية، إذا كان في حكومة وطنية، هو إعادته إلى أرضه، يعني عشان هو دفع الثمن الأقلى. يعني صحيح أنه في المناضلين حاملين سلاح وفي مواجهات كانوا بيستشهدوا، لكن هذا ما عنده سلاح، ما عنده شيء. الإثيوبيين أحرقوا بيوتهم وأحرقوا الناس يعني العباد والمواشي الإبل، كل هذا يعني، وعشان كده خسر كل ده. أول حاجة المفروض يكون حكومة على رأسها قائد وطني، هي إعادة هؤلاء الناس إلى. وفي هذه المرحلة واللي هي بعد 91 أو نقول 93، الأمم المتحدة كانت مستعدة أن تساهم في عودة اللاجئين إلى أرضهم، لأنه الصفحة اللي هي يسموا فيها لاجئين انتهت، باعتبار أن البلد اللي لجئوا منها تحررت يعني. وأول حاجة تحصل كانت أن الشعب الإريتري ده اللي لاجئ في السودان، بعد كده جت ملاجئ تانية في المخا في اليمن، وبعد كده وصلت إلى إثيوبيا، ويمكن ده ما بعد الاستقلال يعني. أما ما قبل الاستقلال اللاجئين كانوا في اليمن، في مخا وفي كوخا وفي السودان. الأمم المتحدة عاوزة تستعيد، يعني تعمل على إعادة هؤلاء الناس، ورصدت للمسألة دي ميزانية، وعلى أساس يعملوا بيوت ويحفروا آبار ويعملوا عيادات ومدارس لهؤلاء الناس في مناطقهم. لكن السياسة والحكومة اللي معاه طلبوا من الأمم المتحدة أن تسلمهم المبلغ المرصود للمسألة دي، وحسب الكلام اللي يتقال إذا كان عنده أكيد ده حوالي 112 مليون كانوا دولار راصدين للمسألة دي. الأمم المتحدة ما تسلم فلوس أو مال لحكومات، بل هي تقوم بالمسألة هذه وتبني يعني البنية التحتية اللي يحتاج لها هذا الإنسان. ما يعني الحكومة اللي كانت من السياسة من بدايتها ما عاوزة عودتهم. طيب نجي للسؤال، ليش ما عاوزة عودتهم؟ هنا بقى الإجابة تجي بعد ما النظام غير في النظام الإداري في إريتريا. بدل ما كانت إريتريا 9 أقاليم أو 9 مديريات، تبدأ من بركة والساحل وسنحيد وسمهر وكلوكزاي وسراي وحماسين، واللي بعدين ودنكاليا، وبعدين زادوا فيها بارنتو أو كمان القاش، ودي قصة لوحدها، لأنه هذه المسألة لابد من أن أذكرها أنا، يعني عشان أدي المناضل اللي وقف ضد المسألة هذه حقه، واللي هو المواطن الوطني الأمين إدريس، اللي كان SDO أو السينيور ديفيجنال أوفيسر بتاعت بركة. الحكومة الإثيوبية في تلك الفترة رسلوا رسالة لجبرقال، وقالوا له أمشي للسيد الأمين إدريس وهو حيديك الأرض اللي أنت تكون مسؤول عنها. وفي إثيوبيا طبعا يسموها قاش شمريت، ودي معروفة أنه أراضي الأورمو
كان هيلي سلاسي يوزعها على الناس اللي يقدموا له خدمات، وبالذات في شمنة والمناطق دي الزراعية يعني. ايوه. ذلك لما قبرقال جاء لأغردات وقابل المرحوم الأمين إدريس، الرد اللي كان رد يعني اليوم يمكن نحن كلنا ما نقدر نقول الكلام ده مع انه نحن برا. قال رده كان انه ما في قاش شمريت في القاش، لانه هم قال حددوا لانه عشان يديه القاش يعني. قال له ما في قاش شمريت لانه الارض ارض شعب ولها اصحابها يعني. فهنا قبرقال رجع لإثيوبيا، وكان رئيس السلطة التنفيذية للأسف وقتها الخاين أصفها ولد ميكائيل، ومع اتفقوا مع حيلة سلاسة على أساس يقسموا القاش من بركة يعني. من ذلك التاريخ بقت بدل ما كانت مديرية بركة تضم بارنتو، تسني، أيكوتا، غونيا، مغلو، أقردات، كل هذه المناطق فصلوا منها القاش وعملوا العاصمة بتاع المديرية بارنتو، وعملوا المدير بتاعتها هو السينيور ريجنال اوفيسر قبرقال، ونائبه عملوه سيلا يعني. سيلا ده اللي اغتيل من الجبهة في بارنتو. ايوه مظبوط. دي اللي هم عملوها، وبقت 9 مديريات. النظام اللي جاء بعد الاستقلال بدلا من الحفاظ على ال9 مديريات، واللي هي نظام إداري متقدم، لأنه بدأ من أيام الإيطاليين، أول كان 6 وبعدين 8، وبعد كده هم بالتسمية بتاعتهم بسياساتهم العوجاء كمان فصلوا قاش من بركة وعملوا 9 مديريات. السياسي لما رفض إعادة اللاجئين من إريتريا كان يهدف لشيء واحد من السودان. اللي يهدف له هو كان أنه يكون في تغيير ديموغرافي في إريتريا. ولتحقيق هذه المسألة النظام قام بتقسيم إريتريا إلى 6 مناطق اللي هم يسموها دلوقتي زوبا يعني، أو ريجنز. واللي هي الساحل الشمالي والساحل الجنوبي والإقليم الجنوبي والوسط والجنوب اللي هو كولوكزاي وسراي وعنسبة، دي اللي اسمه والقاش. بركة يعني. هنا القاش بركة يعني. ايوه القاش بركة يسموه طبعا هم يعني. انت لو شفت المسألة هذه كانت المخطط كان انه يعني زي ما تقول خلط الشعب الاريتري بدون دراسه وبدون. واللي هو مثلا لما يقول لك اقليم القاش بركه، يبدا من مقركه، ومقركه يعني يمكن 30 كيلو من اسمره هي. من مقركه الواحد يمشي لبارنتو اذا كان عنده قضيه، لانه العاصمه هي بارنتو يعني. في الوقت اللي أقرب له أنه هو يمشي أسمر عشان يعمل المطلوب. اللي في عنسبة قالوا له عنسبة يبدأ من سرجقة، واللي هي على بعد كيلومترات من أسمرة. أيوة من أسمرة حوالي 30-35 كيلو. وبعد كده قالوا ده من هنا من سرجقة إلى الحدود مع السودان، في مناطق السودان ممكن حماش كوريب ومن إريتريا اللي جنبها من القرى، ده قالوا اسمه عنسبة. هنا المسألة ليش هي يعني أنه في واحد أنا أياميها هو كان يتردد على إريتريا، ولما جاء سألناه كيف الوضع وكده قال صبوه حجي إريتريا سدشت زوباتات كوينة انتاي شمو إتي زنتاي مسلك كاي يقول قدم في السابق يقول هو أن البرلمان الإريتري
كانت المناطق مقفولة، اللي يجي من المناطق دي هو ابن المنطقة نفسها يعني. صح. اللي يمثل في البرلمان زي ما كان معروف أن ال 68 عضو اللي كانوا في البرلمان الإريتري حسب الوضع اللي كان وقتها، كان اللي يمثل المديريات دي من أبناء المديرية يعني. فهو يقول لي دحرحجي عصو بوتا ويفلوي بوتا إسلام كلها يكونن رتراوي أب كل بوتا خمرت إليو. طيب يا أخي ده هو عنده أرضه وعنده مكانه وأنا عندي أرضه ومكاني يعني. المفروض المسألة دي ما تحصل، لكن هي حصلت ليش؟ أنا كنت طبعا قلت ليش ما عاوز عودة اللاجئين الإريتريين إلى مناطقهم، لأنه هو عاوز ينفذ هذه السياسة. ولذلك تشوف أنه اليوم مناطق كركبات، مناطق قرمايكا، مناطق ساوة، ما عارف قرست، قلوج، بارونتو، تسني، خيرة، اليوم يعني حتى في البرلمان الصور اللي عملوه للمديريات دي تلقى ناس مش من أبناء المنطقة يعني يجوا في قيادة هذه المناطق يعني. لذلك نعم. السياسة اللي فواحدة من الاستحقاقات للاستقلال عودة اللاجئين. هذا غاية. أيوة. ثم ماذا من الاستحقاقات أستاذ إبراهيم قدر؟ أيوة عشان أنا معلش يعني أنا طولت لأنه الموضوع هو الموضوع شائك، موضوع طويل. نعم. أيوة، عودة اللاجئين هي الشيء الأساسي يعني عشان تعرف يعني الواحد يعرف أن البلد استقلت أم لا. بعد نعم. كده المسألة اللي تجي بعدها هي أنه هذا المواطن في 33 سنة إيش من مكاسب حققت له الحكومة هذه في التعليم، في الصحة، في أنه يشرب مياه نقية من آبار توفر له ارتوازية أو غيرها. هذه ما يعني ما حصلت في إريتريا. بالعكس الشعب كان فقير وبقى يعني وضعه يمكن ايش حنقول يعني من اللي كان في وقت هيلة سلاسة يمكن دلوقتي اصعب عليه، لانه المسألة بقت غير في متاحة له. ودي طبعا المسألة دي مرتبطة الأرض الإريترية اللي أصلا كل واحد بيعرف موقعه منها. زمان الاستعمار الإيطالي قال أنه في مرتفعات دي روستي أو ديسا واللي موجودة في المنخفضات هذه دومنيالي أو ملكية عامة، عشان هو يستفيد من الأراضي الخصبة اللي موجودة فيها يعني. لكن المفروض حكومة وطنية لما تجي تعيد الأمور إلى نصاب الصحيح، واللي هو أنه الأرض دي أرض الشعب يعني، ما أرض ما عندنا من يملكها يعني. لكن للأسف في سنة 94 قالوا الأرض ملك الحكومة أو مريتنا للدولة. أيوة للدولة، والدولة هي اللي تعمل فيه. كيف الدولة تتحكم في أرض ما تملكها يعني؟ هي تدير المسألة دي صح، لكن الأرض مثلا في بركة، أي قرية أنت تجي فيها في القاش أو في بركة يعرفوا وين هم حيكونوا في الخريف وين حيكونوا في الصيف، وين تشرب بهايمهم. مش هم البهايم بتاعتهم بتعرف المشارب بتاعتها يعني، لأنه زي ما أنت عارف يعني المواشي الإريترية عشان إريتريا ما فيها ما يكفي كان يمشوا للسيتيت يعبروا الحدود إلى إثيوبيا وفي بقمدر أو في تجراي المناطق الخصبة فيها يستنوا كم شهر وبعد كده يرجعوا. يعني كل صاحب مراح من البقر يعني الأبقار بتاعته بتعرف المشارب بتاعته إذا كان حتوصل بركة ولا حتكون في القاش يعني.
في نفس الوقت نعم نعم. الإبل كانت نحن طلبة كنا بنشوف أن الإبل تجي تمر عبر الكرن ويقفل الطريق للسيارات عشان لغاية ما توصل تعبر المدينة يعني، عشان بعدين هي نعم نعم. مرتفعات حماسين بيستنوا فترة ويرجعوا لما الوضع بتاعت يا بتاعتهم سبحان الله. حتى أنا أذكر ونحن برضو في غردات غردات. أطفال كنا نشوف هذه مظبوط. القوافل. صح. ايوه دي كانت يعني ده كان حال الاسماء. لكن مثلا في بركه بيقول لك شيلابو، يعني دي فيها القطاتي اللي ايام الخريف الناس تقعد فيها، وايام الصيف يكونوا قريبين من النهر، مثلا خور القاش او خور بركه، ويعمل البيوت المؤقته أيوة. بتاعته ويعيشوا ويعرفوا يعني ياتوا دي المنطقة دي عد محمود هي، والمنطقة دي عد عمر هي، ودي عد أقلوب هي، ودي عد حسان هي، ولا كله قبيل ويمكن الأسماء بذاتها انتماءات قبلية هي، بيعرفوا وين هو الحدود بتاعتهم يعني. لذلك الاستحقاق الثاني كان هذا، أنه الشعب الإريتري يحرم جميل. من حقه في استثمار أرضه وفي أنه يستفيد منها يعني. وده مرتبط بالمسألة بتاعت عدم عودة اللاجئين نفسهم يعني، لأن اللاجئين دي لما يرجعوا حيرجعوا وين؟ حيرجعوا في مناطق. لكن زي ما قلت في ناس جو من كولوكزاي من حماسين سكنوا في المناطق دي، اليوم هم مواطنين. أي واحد تسأله تقول له من وين أنت؟ يقول لك من قاش بركة، وهو كلمة واحدة من اللغات المستعملة هناك، لا يعرف الباريا ولا الكنامة ولا التجري يعني. للأسف نحن نعم. يعني وهي الاستحقاقات كثيرة طبعا. نعم. الاستعدادات دي ما في حاجة. هذه إذاعة إرنا. بعد كده نجي للتعليم. أستاذ أحمد، التعليم نفسه في الفترة بتاعت أثيوبيا التعليم كان يعني عقبات كثيرة كانت تواجه الناس يعني. يمكن ضابط التعليم الأول في إريتريا في أيام الفدرالية كان ساقط ولد مدهن، وبعد ساقط ولد مدهن جاء أسفهاك أحساي ديل. في زمن أسفهاك أحساي يعني لما تشوف المدارس، ما في مدارس في بركة غير في أقردات وتسني، ويمكن كيرو كان فيها مدرسة، وهيكوتا وبارنتو يمكن جونيا يعني. في الوقت اللي في المرتفعات في المرتفعات في أي قرية كانوا يفتحوا مدرسة يعني. واحدة من الأسباب اللي كانوا يقولوا عليها الميزانية، عشان في نهاية السنة لازم الميزانية تصرف، اللي ما يقول لها اسمه ايه كانوا يصرفوا يعني يفتتحوا بها مدارس في المرتفعات، ومبرر انه ما لقيناهم، لانه صحيح ناس زي ما يقولوا اسمه ايه السبك ساقم يكونوا موجودين هنا في الوقت وبعدين ما موجودين فيه، لانه يمشوا وراء اسمه ايه بتاعت المكان اللي يلقوا فيه اسمه ايه يعني الكلى والمرعى. نعم. ايوه. في ايام الانجليز كان المساله دي محلوله، كان في مدرسين يمشوا مع الناس في الساحل من قريب يعني، كل ما يرحلوا من مكان يرحلوا معاهم يعني. مش ده بس، كان حتى العيادات نفسها كانت الممرض يمشي مع القرية اللي ترحل من مكان لمكان. ما بالك انت حكومة، اذا كان هي حكومة وطنية ما تعمل الكلام ده. ده في ايام كحساي استفادوا وهم تعلموا، والناس الثانية بقت محرومة من التعليم يعني.
أنت عارف أنه سنوي واحد كان في أسمرة أو اثنين ولا ثلاثة في أسمرة وما في، بعدين بدأت في كرن وشوية مسوع وشوية أقردات. يعني ده إذا كان تركنا دكم حري ومن دفر آه. فالإنسان الإريتري هذا المواطن يعني كان الكيل بمكيالين. يعني في مواطن يلقى الفرص بتاعته حتى لو بقت ما مكتملة، لكن في واحد ثاني محروم منها. يعني دي في التعليم. في الجانب بتاعت الاستحقاقات أنه يعني التطور ما متوازن في إريتريا. يعني في مناطق محرومة من أنه تلقى الحقوق بتاعتها. والحقوق هي من انت لما تبدا تعمل مدارس، لما تبدا انت تعمل عيادات، لما انت تبدا تعمل تحفر لهم ابار ويستقروا بدل ما آه، كل مره من مكان لمكان يرحلوا. حكومه وطنيه تعمل تختار المناطق اللي يكون فيها تجمع للقرى هذه وتفتح لهم المدارس او البنيه التحتيه. ده في بركم ما موجود، في الساحل ما موجود، في دنكاليا ما موجود، في سمهر ما موجود. في كله مركز وين؟ مركز في حماسين كولوجزاي سراي. المناطق دي اللي حسب الوقت لو انت بس كده سمع عملت مرات بيجي انه القرى فيها كهرباء، تشوف أعمدة الكهرباء في القرى اللي في حماسين ولا في الأغلبية يمكن هو ده، وفي تلقى في قرى في كولوكزاي وفي سراي. هنا في إريتريا الكهرباء يمكن بين المدن اللي زمان الإيطاليين خلوها، وردات كرن سني بارنتو وأرفع إيدك. يعني المفروض اللي يعني الحكومة الوطنية بتعمل إيه؟ بتعمل من بطريقة ترفع بها من مستوى المناطق اللي فيها هذا التخلف أو هذا اسمه إيه يعني عشان يعني وطن ما متوازن فيه الحقوق زي ما الواجبات متوازنة فيه، ما يكون اسمه الواجب كلهم قاعدين يدفعوه، أبنائهم كلهم قاعدين يأخذوهم لساوى يموتوا زيهم. لكن لما يجوا للحقوق ما الحقوق واحد يلقاها وواحد ما يلقاها. يعني التكافؤ ده اللي معدوم. أنا بقول هذا واحد من الحاجات اللي المفروض الاستحقاقات اللي تكون. نقطة ثانية عاوز أذكرها مثلا موضوع اللغة. اللغة أكيد هي وسيلة بتاعت تواصل وكوميونيكيشن بين الناس وكل شيء، لكن كمان في واقع زي إريتريا اللغة بقت سلطة نفسها. يعني اللي يعرف تجرينيا اليوم أموره ممكن تمشي وتكون سالكة، اللي ما يعرف تجرينيا لازم يجيب مترجم. عشان إذا كان أنت عندك عرض حال، هذا العرض حال مكتوب بالعربي، يقولوا لك امشي ترجمه وتمشي تترجم، وبعد الترجمه دي واحدة من الحاجات يعني اللي قاعدين نعاني منها. في حتى نحن اللي في الخارج قاعدين نعاني منها، انه لابنائنا مثلا كله يقولوا لهم قرنيا تقل، لا هي كلمة ما بعرف. طب اريتراويكم كان ده يعني كانه الجنسيه الاريتريه مرتبطه بالتقرين. الجنسية الإريترية ما مرتبطة بالتقرير، الجنسية الإريترية مرتبطة بالمواطنة بتاعت الإنسان الإريتري. ده ممكن يكون من قبيلة، يكون من منطقة، يكون من طائفة، يكون من دين، مش مهم يعني، لكن هو مواطن. يعني أنت احترم الاسم بتاعته. لكن دلوقتي الاحترام ده مفقود، لأنه أنت لازم تكون عارف تقريني عشان أضرب لك أمثلة. يعني أنا مرات بتابع البرنامج بتاع التلفزيون بتاعتهم
إذا كان لقيت الفرصة. كان في دنكاليا في فترة من الفترات، بالذات الأيام اللي الإيدز كان فيها منتشر يعني في كثير من المناطق في العالم. يعني جاء واحد مسؤول هو أو مورد هو ما بعرف إيه، وجمع رجال كبار من الفريين والعفريات وكمان، وبيتكلم بالتجرينيا، يشرح المهم ما يهمني الموضوع اسمه. كان يتكلم عن كيف يحموا نفسهم من الايدز والايه وانه المرض كده وكده. يا ترى انه كان ينقص الحكومه الاريتريه انه لو علمت من ابناء العفر عشان يقوم بالمهمه دي ويسهل على الناس المساله لانه بعد ما يتكلم هو حيترجموا لهم يعني، والمترجم الى اي درجه هو ذاته يتقن اللغه التجرينيه انت ما بتعرف. لذلك يعني حكومه في 30 سنه ما تقدر يعني تجيب ناس من ابناء المناطق نفسها. انت تصور اخ احمد، وانت عارف المناطق بتاع بركه يعني، انت في لكويب ولا هوميب ولا في كركبت او في شرقيت ولا غيره، لما يعملوك مسؤول المفروض انت المسؤول ده يكون عارف لغه الشعب، مش لغته فقط يعني اجتماعيا، عادات وتقاليد وشنو الاسمية بتاعته يعني. لكن انت تجيب فيه واحد ما يفهمه من كبسة وتقول لهم ده المسؤول عنكم يعني. انت يعني هل الناس دي هذه سيئين لهذه الدرجة أنه في 33 ما ينتج يجي منهم واحد مسؤول من أبنائهم، ومن أبنائهم اللي يتكلم لغتهم، اللي يعرف تقاليدهم، اللي يعرف عاداتهم؟ ده كله بيخلينا نشوف أنه هذا الوطن ما بقى وطن يجمع، ما بقى وطن يسع الجميع عشان يقولوا فيه أنه ده وطننا يعني. بقى وطن للأسف. نعم أستاذ إبراهيم، طبعا الاستحقاقات هي كثيرة، وأنا آسف على المقاطعة لأنه زمن البرنامج أدركنا يعني، ولذلك المحور الآخر وكل ما أشرت إليه حقائق يعني، إنه ودي أساسيات الاستحقاقات، وفي أشياء ثانية طبعا ما في شك، الزمن ما مسعفنا. وأما ما يتعلق إنه ليش نحن ما قادرين نحقق استحقاقات الاستقلال، لأنه المسألة هي ما مسألة النظام وبس يعني برضو هي لأنه هي مشكلة مجتمعية زي ما أشرت في الحلقة السابقة، لكن النظام يتحمل جزء كبير لعدم وجود هذه الاستحقاقات على أرض الواقع. لاستعادتها المحور الثاني إن شاء الله في الحلقة القادمة مباشرة سيكون كيف نستعيد تماسكنا المجتمعي بالعودة إلى ما تماسكنا عليه في فترة الكفاح المسلح مع اختلاف التوقيت والآليات. هذا الموضوع إن شاء الله حنناقشه معك في الحلقة القادمة أستاذ إبراهيم، فنستسمحك ونودع المستمعين. لا إن شاء الله خير يا سيدي، لكن أنا طولت لأن الموضوع أنا بشوف نعم. أنه موضوع هو الموضوع مهم. نعم أيوة ما في شك، هو الموضوع مهم، والمستمع الكريم برضو يعني يمكن أن يعني من خلال العناوين اللي خطيتها فحيراجع ويعرف استحقاقات أخرى. على كل مستمعينا الأعزاء، نعم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء من إذاعة إيرنا الدولية في باريس، هذا أحمد شريف يحييكم ويشكر باسمكم جميعا الأستاذ المناضل البشمهندس إبراهيم قدم لحديثه في الجزء الثاني من استحقاقات الاستقلال أو حديث عن الاستقلال. كان محور الحديث اليوم عن جزء من استحقاقات الاستقلال. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث كيفية استعادة تماسكنا المجتمعي يعني استدراكا واسترجاعا لفترة الكفاح المسلح، كيف يمكن أن نعمل بذلك. تحياتي وتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج العام
هذه إذاعة إيرنا الدولية من باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الدراج الإريتري بنيام جرماي يؤكد جاهزيته لسباق فرنسا للدراجات. انعقاد القمة الكورية الجنوبية الإفريقية بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة بينهم الرئيس الإريتري. والصومال يقرر سحب الوحدات الأثيوبية من قوات حفظ السلام الإفريقية العاملة في البلاد. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.